السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه يا ربي وعيدكم مبارك سعيد. اليوم البنات غنشارك معكم الطريقه ديال الصفه ديال الرز مدفونه بالدجاج اللي كتجي زوينه يا البنات وبنينه في نفس الوقت وسهله. يعني انا غنشارك معكم بواحد الطريقه اللي بسيطه جدا وبلا قوه المعان وداك الشيء كامل. المهم البنات غادي ندوزو دابا. اول حاجه غادي نبدا بها، درت جوج بصلات كوكوز ودرت عليهم الدجاج. بالنسبه للدجاجه البنات عندي هنايا على حسب الكميه، انا درت غير شويه. عندي شويه د القزبور ومعدنوس مقطعين وقزبور يابس، وعندي ضامه ديال البنه ديال الزعفران ومعلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال الزعفران ونص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج. صافي البنات هنايا غادي نضيف عليهم الزيت سميتو الزيت الروميه اللي غادي نضيف عليهم وغادي نديرهم يتشحروا. بالنسبه لهاد سميتو بالنسبه الا بغيتو نتوما تضاعفوا الكميه على حسب الافراد الاسره كما قلت لكم. هنايا درت المكونات يتشحروا كما كتشوفوا معايا. غنخلي سميتو البصله حتى تطلق مزيان. وبالنسبه للدجاج كي خرجته من الفريغو درتو نيشان يعني في الكوكوط حيت ديجا هو مغسول ومنقي وكل شيء. صافي غادي نخلي الدجاج يتقلى مزيان مع البصله صافي. وغادي ندير جوج كيسان ديال الماء بالضبط وغادي نسد عليهم ونخليهم حتى يطيبوا. وهذا دابا غادي ندوز سميتو باش ندير الرز. بالنسبه للرز كما قلت لكم البنات على حسب الكميه ديال على حسب العائله، يعني شحال الافراد الاسره. انا هنا درت جوج زلايف ديال الرز مع معلقه صغيره ديال الزيت البلديه وشويه الملحه. صافي غادي ندير عليه الماء وغادي نخليه يتسلق. بالنسبه للبنات الرز غيتسلق غير نص سلقه، ما نخليوش يتسلق حتى تعجن لكم حيت غادي مازال نفوروه. هادشي اللي كاين الحباب ديالي. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، علاش لا. هنا من بعد ما تسلق الرز كما كتشوفوا صفيتو في الكسكاس بالضبط نيشان كما قلت لكم. انا غنشارك معكم باختصار، ما غاديش نروج قوه المعان. صفيتو خليته تتقطر من داك الماء ودرت عليه غير الزبده. صافي غادي نحرك ديك الزبده مزيان في الرز تذوب وغادي نرجعو يتفور تفويره الاخرى. صافي يا البنات هنا من بعد ما تفور الرز ديالي صافي درته هنا في القصريه وغادي دابا نقادو في الطبسيل. هانتوما كما تتشوفوا راه ما جاش معجن، يعني حبه فارده على اختها كيجي زوينه البنات وخفيف في هذا الوقت، يعني في الصيف يعني كنبغيو شي حاجه تكون خفيفه. المهم غادي نقاد الرز ديالي في هذا الطبق كما تشوفوا معايا وهذا الشيء اللي كاين. المهم انا درت المعلقه يا البنات ومن بعد استعملت يدي. صراحه ما كاين ما احسن من اليد، كتحكمي في الحاجه وكتعرفي قاديها ماشي بحال المعلقه. المهم انا هذه وجهه نظر ديالي، صراحه كان عزيز عليا نقاد الحاجه بيديا. هنايا من بعد ما قديت الرز هانتوما كنجيب ديك التغميره ديال البصله كما تشوفوا جات البنات بنينه صراحه. المهم زولت الدجاج بوحديته وهذا حيت غادي نفرتت انايا الدجاج ما غاديش نحطو هكاك كما تلاحظوا معايا. غادي نديرو على هذا الشكل وانتما ديروا كيف بغيتوا، يعني كما كنقول لكم الاذواق كتختلف وطريقه التزيين كذلك نفس الطريقه، يعني كل واحد وكيفاش كيزين الطبق ديالو. هنايا غنغطي الدجاج ديالي بالرز غادي نحاول نقادوه هنا. المهم راه كنقاد باليد وكنصور لكم باليد. صراحه البنات والله ما كنت معوله نصور هذا الفيديو، ولكن قلت علاش ما نشاركوش مع البنات وفي نفس الوقت نحط في القناه ديالي، علاش لا ما نبقاش نغبر عليكم حيت بزاف تيقولوا لي ما تبقايش تغبري. وهذا الشيء اللي كاين الحباب ديالي. كنتمنى الطبق ديالي يعجبكم. علاش لا. كي جاكم هذا الرز هنايا صافي بدينا تناكلوا صراحه جا زوين والله الا دغميره العاد غزاله بالقرفه والسكر كلاص. المهم كنتمنى الطبق يعجبكم. بالصحه والراحه.